أمرت محكمة في سبتة المحتلة اليوم الجمعة باعتقال شخصين متهمين بقتل 4 مهاجرين ألقوا بهم في البحر. ونقلت وكالة صحفية أن المتهمين ألقوا ب9 مهاجرين مغاربة بالقرب من ساحل سبتة حينما كانوا ينقلونهم على متن قارب مطاطي، وذلك لتجنب الاعتقال. وتمت إحالة المعتقلين، أحدهم يبلغ من العمر 23 عاماً ويقطن في سبتة، والثاني وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 20 عاماً، إلى محكمة التحقيق رقم 5 في سبتة، بعد إلقاء القبض عليهما يوم أمس لتورطهما في مقتل 4 مهاجرين. وتعود حيثيات المأساة إلى يوم 24 يناير الماضي، حينما انطلق قارب مطاطي من السواحل المغربية وعلى متنه 9 مهاجرين مغاربة دفعوا مبالغ مالية للوصول إلى إسبانيا بشكل غير قانوني. وعند الوصول إلى ساحل سبتة وتحديداً شاطئ سرشال، أجبر الشخصان المعتقلان المهاجرين على القفز في البحر دون وسائل تمنع غرقهم، وعلى الرغم من الظروف الجوية السيئة آنذاك، وذلك بعد اعتراضهم من طرف زورق تابع للحرس المدني الإسباني.